بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي واخواتي ابطال الصف السادس الابتدائي، معكم مستر محروس امام، معلم اول الف مادة الدراسات الاجتماعية وماجستير تاريخ. هنكمل معاكم شرح المنهج بتاعنا. معانا الدرس الثاني من دروسنا السنة دي في الوحدة الثانية بعنوان العوامل المؤثرة في مناخ وطننا العربي. المناخ خدنا الكلمة دي في سنة رابعة ابتدائي. مناخ متوسط حالة الجو فترة زمنية طويلة من حيث الحرارة والرياح والامطار. فهنتكلم على مناخ الوطن العربي وايه العوامل اللي بتؤثر في هذا المناخ، اللي بتخليه مرتفع او منخفض او الكلام ده كله. تمام. اول حاجه بيقول لك فيه طبعا اختلاف طبعا في درجات الحراره وكميه المطر في الوطن العربي من مكان لاخر. تمام. فطبعا هنشوف السبب في كده، ايه العوامل اللي بتؤثر في مناخ الوطن العربي. 3 حاجات. اول حاجه الموقع الفلكي، وخدنا تعريف كلمه الموقع الفلكي في سنه 5 ابتدائي، وموقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر مين؟ ودوائر العرض. 2 القرب او البعد عن المسطحات المائيه. رقم 3 مظاهر السطح. مظاهر مين؟ السطح. ناخد اول حاجه الموقع الفلكي. الوطن العربي بيقع بين خطي طول 60 شرقا و17 غربا. دول مش ما بيهمناش قوي بالنسبه للمناخ، انما اللي يهمنا بقى دوائر العرض. يقع ما بين دائرتي عرض 2 جنوبا و37 و30 دقيقه شمالا، وبتمر بيه دائره الاستواء في الجنوب. تاني، الوطن العربي يقع ما بين دائرتي عرض 2 جنوبا و37 و30 دقيقه شمالا، ودول اللي بيخلوه هيأثروا في المناخ بتاعه. وبيمر في الاطراف الشماليه الجنوبيه للوطن العربي دائره العرض الرئيسيه اللي هي دائره مين؟ الاستواء. يبقى اذا تقريبا الوطن العربي كله يقع في نصف الكره مين؟ الشمالي. مش قلنا دائره الاستواء في سنه 5 تقسم الارض نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي؟ فعندي في الجنوب، في اقصى الجنوب بتمر دائره الاستواء. يبقى اذا اغلب الوطن العربي في نصف الكره مين؟ الشمالي. طيب ما علينا، نرجع نشوف الموضوع ده. موقع الوطن العربي فلكيا. ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي للوطن العربي؟ ادى ذلك الى ارتفاع درجات الحراره في الجزء الجنوبي من الوطن العربي، وتنخفض كلما اتجهنا شمالا، لان انت بتبعد عن دائره الاستواء. ودائره الاستواء دي يا اولاد اشعه الشمس بتبقى عموديه عليها عدل كده، فحضرتك لما بتبعد كده درجه الحراره بتقل. لذلك يسود المناخ الحار معظم اراضي الوطن العربي. انما الاطراف الشماليه او الاجزاء الشماليه بيكون فيها مناخ معتدل. مناخ معتدل. تمام. يبقى تاني، معظم مناخ الوطن العربي مناخ حار. مناخ اهو المناخ الحار. تمام. انما الاجزاء الشماليه المناخ المعتدل. المناخ مين؟ المعتدل. ده الموقع الفلكي. تاني عامل بيؤثر في مناخ الوطن العربي القرب او البعد عن المسطحات المائيه. يعني ايه مسطح مائي؟ حاجه كبيره فيها ميه، بحر او محيط او خليج. تاني، مسطح مائي النهر ما ينفعش، النهر تاثيره مش قليل، مش كبير لانه ضيق خالص. المسطحات المائيه البحار والمحيطات والخلجان. فهنا بيقول لك ايه بقى؟ يؤثر توزيع اليابس والماء على مناخ الوطن العربي ازاي؟ الوطن العربي يا اولاد زي ما احنا عارفين بيمتد في قارتي افريقيا واسيا، ويقترب من قاره اوروبا. يقترب من قاره اوروبا. ايه النتائج اللي ترتبت على كده؟ بتهب عليه رياح شديده البروده تاتي من اوروبا في فصل الشتاء او من شمال اسيا. تاني، من النتائج المترتبه على امتداد الوطن العربي في قارتي اسيا وافريقيا واقترابه من قاره اوروبا، ادى ذلك الى تعرضه لرياح شديده البروده من اوروبا واسيا في فصل الشتاء، ورياح حاره تاتي من جنوب اسيا في فصل الصيف. في فصل الصيف. طيب، عندنا المناطق الساحليه اهو زي اسكندريه كده، المناطق اللي جنب البحر، مالها يا مستر؟ تكون اكثر اعتدالا. اكثر اعتدالا من المناطق الداخليه. المناطق الداخليه يا اولاد اللي هي بعيده عن المسطحات المائيه، اللي هي مش قريبه من البحر، اللي هي زي مثلا عندنا المنيا واسيوط والحتت دي كلها في الصعيد. تمام. مالها المناطق الساحليه يا مستر؟ اللي جنب البحر بتكون اكثر اعتدالا. يعني ايه معتدله يا اولاد؟ لا هي حر قوي في الصيف ولا هي برد قوي في الشتاء، معتدله وسط. تمام كده. لماذا يا مستر؟ لأن المسطحات المائية تلطف من درجة حرارة الجو وتزيد من فرص سقوط الأمطار. تاني، بما تفسر المناطق الساحلية بتكون أكثر اعتدالا من المناطق الداخلية، لأن المسطحات المائية تلطف من الجو ومن عند درجة حرارة الجو وتزيد من فرص سقوط الأمطار. مثال زي كده مدينة اسكندرية فين؟ في مصر. تمام. بيقول للوطن العربي بيقل تأثير المسطحات المائية عليه بشكل عام. يعني المفروض قلنا احنا عندنا الوطن العربي في المحيط البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي والبحر الاحمر والمحيط الهندي، يبقى المفروض الوطن العربي كان يبقى
جزء كبير من الاراضي بتاعته مالها مناخ معتدل. احنا مش قلنا المناطق القريبه من المسطحات المائيه بيكون مناخها معتدل؟ ليه احنا مش حاسين بالاعتدال ده؟ اهو السؤال ده بيقول لك ايه؟ في الوطن العربي يقل تاثير المسطحات المائيه، تاثيرها مش واضح. لماذا يا مستر؟ بسبب ضيق مساحتها. المسطحات المائيه اللي عندنا مش كبيره زي البحر المتوسط مثلا او البحر الاحمر. عدم توغل تاثيرها. يعني ايه توغل؟ يعني دخول تاثير البحر مش داخل مسافه كبيره جدا في اليابس. ليه يا مستر؟ لوجود صحاري ومرتفعات قريبه من السواحل زي جبال البحر الاحمر. لو انت رايح البحر الاحمر تلاقي البحر هنا والجبل هنا، فاي تاثير من البحر الجبل هيمنعه، مش هتلاقي التلطيف، يعني مش هتلاقي الجو اللطيف دون هيمتد في الصحراء ولا في المناطق الداخليه. يبقى بما تفسر يقل تأثير المسطحات المائية على مناخ الوطن العربي بسبب حاجتين: ضيق مساحة المسطحات المائية، 2 وجود الصحاري والجبال. ما النتائج المترتبة على وجود الصحاري والجبال بالقرب من المسطحات المائية في الوطن العربي؟ يمنع توغل تأثيرها إلى إيه؟ إلى الداخل. تمام؟ بعد كده بيقول المناطق القارية، المناطق الداخلية، ما هي؟ هي المناطق البعيدة عن المسطحات المائية. زي ما قلنا عندنا في مصر مثلا محافظة المنيا أو أسيوط في الصعيد، مالها يا مستر؟ تتميز بارتفاع الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء. في الصيف حر جدا جدا جدا، وفي الشتاء منخفضة جدا جدا جدا. هنا جايب لي مثال كوطن عربي، مدينة الرياض في السعودية، بنسميها مناخ متطرف، مناخ مش حلو يا أولاد. لكن المناطق الساحلية بيبقى مناخها معتدل صيفا وإيه؟ وشتاء. بعد كده ثالث حاجة بتأثر في مناخ الوطن العربي مظاهر السطح. ازاي؟ يقول لك يختلف المناخ في المناطق المرتفعة عن المناطق المنخفضة زي الأودية والسهول. ازاي يا مستر؟ بسبب المناطق المرتفعة بيقول لك تؤثر في درجات الحرارة. كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر 150 متر تنخفض درجة الحرارة بمعدل 1 درجة مئوية. تفضل درجة الحرارة تقل لحد ما توصل على قمة الجبل تلاقي فيه تلج. يعني تحت عند الجبل تحت الجو نار، الجو حر بالبلدي كده نار، معلش انا اسف. تمام؟ لما تطلع فوق تلاقي الجو ايه؟ برد، تلج. ليه يا مستر؟ بسبب ايه؟ المسطحات، بسبب عامل السطح او عامل الارتفاع. اهو كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر انخفضت درجة الحرارة 1 درجة ايه؟ مئوية. تمام؟ لذلك نلاحظ انخفاض درجات الحراره وتكون السلوك فوق جبال لبنان. جبال ايه؟ لبنان. يبقى لما يجي يقول لك بما تفسر تكون السلوك فوق قمه جبال لبنان، هقول له القاعده دي لانه كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر، مش الارض، سطح البحر، تنخفض درجه الحراره بمعدل 1 درجه ايه؟ مئويه. تاني حاجه بتؤثر، المرتفعات بتؤثر في المناخ ازاي؟ اتجاه المرتفعات والمطر، في علاقه ما بينهم ازاي؟ اهو بص يا شباب ركزوا معايا. بيقول لي تسقط الامطار بغزاره على منحدرات الجبال او جوانب الجبال المواجهه للرياح المحمله ببخار الماء، بينما تقل او تنعدم في الجهات الداخليه للمرتفعات. المنطقه اسمها منطقه ظل المطر. هوضحها لك بسهوله. ده عندي ده مسطح مائي، مسطح ايه؟ مائي، بحر او محيط. فبيحصل بخر، بيحصل ايه؟ بخر. الميه بتتبخر تطلع لطبقات الجو العليا تتكاثف على شكل سحب، على شكل ايه؟ سحب. تيجي الرياح تحملها تمشي كده، تمشي كده تخبط في الجبل. تخبط فين؟ في الجبل، فتسقط في الجنب ده. اهو يقول لك رياح محمله ببخار الماء، دي اسمها المنحدر بتاع الجبل او سفح الجبل المواجه للمسطحات المائيه. بيكون المطر غزير في الناحيه دي. لو حته سحابه قدرت تعدي من فوق الجبل بتسقط هنا في المنطقه الداخليه اسمها منطقه ظل المطر. ظل ايه؟ المطر. تاني، انا ده قدامي مسطح مائي حصل بخر فيه وتكونت السحب، جت الجبال، جت الرياح حملت هذه السحب حركتها كده فخبطت في الجبل هنا. تمام؟ انا اعتبر نفسي جبل، ده الجنب منحدر الجبل المواجه للمسطح المائي البحر او المحيط، والناحيه الثانيه المناطق الداخليه المواجهه للصحاري او الارض. فلما تيجي السحب المحمله ببخار الماء تخبط في الجبل هنا، فالمطر بيسقط بغزاره على منحدرات الجبال المواجهه للمسطحات المائيه. بينما المنطقه الداخليه تسمى منطقه ظل المطر. ظل ايه؟ المطر، بيقل فيها المطر. تمام يا جماعه؟ يبقى اذا اتجاه الكتل الجبليه يؤثر في توزيع الامطار. هقول له عباره ايه صحيحه؟ حيث تسقط الامطار بغزاره على منحدرات الجبال المواجهه للمسطحات المائيه او المواجهه للرياح المحمله ببخار الماء. بينما تقل في المناطق الداخليه اسمها ظل المطر. عامل زي الظل بتاعك انت، ده جسمك وده الظل بتاعك، ده مش حقيقه هو. فشويه المطر اللي نزلوا ورا كانهم شبه مطر، ظل مطر. ماشي يا جماعه؟ طيب
بعد كده عندنا مناخ الوطن العربي. طبعا مناخ الوطن العربي بيختلف باختلاف فصول السنه، زي عندنا في مصر، في الصيف بيبقى الجو حر وفي الشتاء بيبقى الجو برد بكل اختصار. فصيفا يكون مناخ الوطن العربي شديد الحراره. شديد مين؟ الحراره. لماذا يا مستر؟ لان الشمس، اشعه الشمس تتعامد على مدار السرطان. مدار مين؟ السرطان. احنا قلنا عندنا 3 دوائر عرض رئيسيه: الاستواء اللي بتقسم الارض لنصف شمالي ونصف جنوبي، و23.5 شمالا مدار السرطان دي بتعدي تقريبا في وسط الوطن العربي، 23.5 جنوبا مدار الجدي بتعدي خلاص مش عندنا خالص في جنوب الارض. تاني، في فصل الصيف بتكون اشعه الشمس فوق الوطن العربي، فوق مدار السرطان. مدار مين؟ السرطان، وده يؤدي لارتفاع درجات الحراره. اما في فصل الشتاء بيكون المناخ معتدل. لماذا يا مستر؟ لان الشمس بتكون بعيده عننا، عموديه على مدار الجدي. عموديه على مدار مين؟ الجدي اهو. ما النتائج المترتبه على حلول فصل الصيف في الوطن العربي او تعامد الشمس على مدار السرطان في الوطن العربي؟ ترتفع درجات الحراره بشكل عام في ارجاء الوطن العربي. ويسود الجفاف. كلمه جفاف يعني عدم سقوط الامطار. اكيد في الصيف ما فيش مطر، ما عدا بعض المناطق اللي بتسقط عليها الامطار في جنوب الوطن العربي، زي مرتفعات اليمن، جبال اليمن، ومرتفعات عسير، وجنوب موريتانيا، وبعض اجزاء من الصومال. ودي تسقط عليها امطار موسميه يا اولاد. موسميه يعني في موسم معين، في فتره معينه، في فصل الصيف. فصل ايه؟ الصيف. تمام كده؟ طيب يبقى تاني، في الصيف تتعامد اشعه الشمس على مدار السرطان، فيحل فصل الصيف في الوطن العربي، فترتفع درجه الحراره بشكل عام ويسود الجفاف. تمام؟ يبقى ارتفاع درجات الحراره ويسود الجفاف. خلصت الاجابه بتاعتك. لكن سؤال تاني، دلل. تسقط بعض الامطار على بعض مناطق الوطن العربي في فصل الصيف، هتقول له مرتفعات اليمن، ومرتفعات عسير، وجنوب موريتانيا، وجنوب مين؟ وجنوب الصومال. تمام كده؟ طيب في فصل الشتاء لما بتتعامد اشعه الشمس على مدار الجد، تكون درجه الحراره معتدله في معظم اجزاء الوطن العربي، ولكن بعض الاجزاء الشماليه والمناطق الجبليه بتكون اشد بروده، يعني بارده اكتر شويه. بيكون الشتاء ممطر خاصه في الاجزاء مين؟ الشماليه المطله على البحر مين؟ البحر المتوسط. تمام؟ اخر حاجه عندنا العلاقة بين المناخ والأنشطة الاقتصادية. هل المناخ بيأثر في الأنشطة الاقتصادية؟ أيوة طبعا، المناخ بيأثر تأثير كبير جدا جدا على الزراعة وعلى الصناعة وعلى الصيد وعلى النقل، والنقل كمان، وجايب لك تأثيره على الطائرات. تأثير الظواهر الجوية على الطيران يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تأجيل أو إلغاء بعض الرحلات الجوية. لما يكون الجو فيه سحب كثيرة جدا وغيوم وبرق ورعد والكلام ده كله، أكيد الطيارة مش هتطير في الوقت ده، لأن لو طارت هتتعرض ممكن لبعض الأخطار. فإذا المناخ هو السبب، بيخليهم يأجلوا بعض الرحلات أو أو يلغوها. تمام؟ وكده يكون انتهى الدرس بتاعنا اللي اتكلمنا فيه عن عوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. اتكلمنا على هذه العوامل اللي هو الموقع الفلكي ومظاهر السطح والقرب والبعد من المسطحات المائية. اتكلمنا وشرحنا مناخ الوطن العربي. تمام كده؟ في الصيف وفي الشتاء. واخر حاجه تاثير او العلاقه بين المناخ والانشطه من الاقتصاديه. اتمنى يكون فهمتوا الدرس ويكون درس جميل ولذيذ. شكرا لكم حبايبي، واقابلكم ان شاء الله في درس جديد من دروسنا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.